السلام عليكم. يا اخي ليش هيك مسوي بنفسك؟ بابا انا ماتوا، بتعرف شنو ماتوا؟ عوفني مرتاح زين وانت عيني حضرة المخرج تظل تسوي طوط وطوط، ترى خليني اطلع اللي بداخلي، خليني. زين جرب شيء جديد بحياتك، انت هسه مجرب كل شيء وشايف كل شيء، جرب صلي، جرب تصوم. بابا انت شنو ما تفتهم؟ لكات كانت في 3 مدارس ورا المدرسة. مسيرتي الحضارية بدأت منذ نعومة أظفاري. يعني شلون أوضح لك الأمور؟ خليني أفهمك إياها بطريقتك. هم مو يقولون لكم ملائكة اثنين، واحد على الحسنات واحد على السيئات؟ أنا أبو الحسنات مرتاح، وبالسيئات يركض بيدي رجلاه ما يلحق. يا أخي ساعة واحدة تتوب بها من كل قلبك، ورب العالمين يغفر لك كل ذنوبك. بابا حب، خلينا نحكي جديات ونفضل نتمسلت بالحكي. مثلا أنا ما أقول لك ما عندي حسنات، لأن أبسط شيء أنا مسلم، وهذا شيء كبير عند رب العالمين، بس من تجي قارنها بالمصايب اللي مسويها والسيئات اللي عندي، لا عمي لا، جيب الشروب. سالفتي لاك فنفط. انت ليش تباع على حجم الذنوب اللي مسويها وتسد عينك عن حجم رحمة رب العالمين الواسعة؟ اقول لك لا تتفلسف براسي، يعني انا صار لي 15 سنة معناها يراد لي 15 سنة لخة، اسكن الجامع، اطول لحيتي، عود حسنات تصير بقد سيئاتي، ومن ضامن لي 15 سنة، يجي اسبوع تو اموت، خليني ويا صديقي احسن لي من شرتك. لا خليني افهمك، مثلا هاي حسناتك وهاي سيئاتك حسب ما تتصورها طبعا، صح؟ يعني قول صحيح. حلو، كلنا نعرف اذا سويت سيئة واحدة راح تنضاف لك سيئة واحدة بس، اما من تسوي حسنة واحدة راح تنضاف لك حسنة، وهاي الحسنة راح تتضاعف الى 10 حسنات، وبما انه كل حسنة تمسح سيئة معناها 10 سيئات راح تنمسح منك بسبب حسنة واحدة، معناها اذا سوي 10 حسنات 10 بس راح تتضاعف هاي ال10 حسنات الى 100 حسنة، واكيد ال 100 حسنة كل وحدة تشيل سيئة، معناها 100 سيئة راح تنمسح من اعمالك. اذن نذب البطل، هسه انت بديت تقنعني، بس يعني انا فوت للجنة مو شوفها شوي واقفة؟ انت ليش تفكر بهيك طريقة؟ تدري اكثر شيء يفرح به رب العالمين هو توبة الشاب؟ والله اكثر آية تفرحني من اقراها، وموجهة لكل شاب مو مذنب، وانما واصل مرحلة من الذنوب، يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فكر بيوم القيامة، فكر باليوم اللي راح تستلم بيه سجل اعمالك، وانت واقف يوم القيامة والناس تستلم سجلات اعمالها، وهناك تشوف واحد فرحان وفاتح كتابه ابيض بابيض ويشوفه للناس ويجي يشوف لك اياه: هاؤم اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. وهناك تشوف واحد مخبوص ومرتعب من الخوف ويضم بكتابه حتى ما حد يشوفه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. أصدقائك اللي دلوك على الطريق التعبان راح ينسوك يوم القيامة، بعدين يجي دورك وتستلم كتابك فتفتحه وتقلبه وتلقى الصفحات الأولى كلها فارغة، وتبدي تتساءل ويا نفسك: وين راحت السيئات اللي كنت أسويها؟ وتستمر تقلب أوراقك، وفجأة بالأوراق الأخيرة تلقى مكتوب: تاب إلى الله في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. من أشهر أسلحة الشيطان اللي يستخدمها ويا كل شخص يبدي يلتزم إنه يبدي يربط أقل مشكلة تواجهك وهي بداية التزامك بدينك، ويخليك تفكر إنه لين بديت تصلي قامت تصير لك مشاكل ويبدي يدخل لك من هذا الباب، فلا تخلي مثل هذا الأمر ينطلع عليك. ثاني سلاح يستخدمه الشيطان وياك: كل شخص بداية التزامه أكيد يقطع بالصلاة، واحتمال يستمر هذا التقطيع إلى أكثر من 2 سنين، فيبدأ الشيطان يبين لك إنه أنت راح تبقى تقطع بالصلاة وما راح تلتزم. وذني أخطر سلاح يستخدمه الشيطان ويا أي شخص يبدي يلتزم، ويا رب يهديني ويهدي الجميع. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو، وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك.